طبعا انا مش عايز اقول لك يحضرني ذكرى مع الكابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه، واسماعيل اللي يعرف كابتن اسماعيل يوسف وسيد يوسف. انا كان اخويا بيلعب كوره في الاهلي، وبعدين ساعتها يعني او حصل قالوا له لسه تتعالج وتعالى. كان الكابتن رمضان السيد اللي بيدربه، والكابتن ابراهيم يوسف في الناحيه الثانيه في الزمالك هو اللي كان بيدرب. فرحنا وانا ما كنتش اعرفه، فبيقول لي الولد ده كويس جدا ولعيب انا شفته بس بيلبس فانلة حمراء. بقول له ليه؟ بيقول لي ليه؟ بيقول لي انا بحب الاهلي وبحب الزمالك وبحب الانديه كلها، طالما لعيب كويس هيفرض نفسه في المنظومه. فكان الكابتن ابراهيم يوسف ودايما بيساعد الناس كلها، وعلى فكره مش عايز اقول لك بيحب الاهلي، روح رياضيه عاليه جدا كل جدا يعني اتفق عليه على حبه كل الناس بصراحه بعيدا عن الانتماءات بقى المختلفه بالظبط يعني. كده فالناس عشان لازم تعرف كده ان برضو ان الانضباط بيؤدي الانضباط في الحياه العامه، وبينعكس على سلوكك اللي انت بتبقى متفوق كمان في دراستك او في حياتك العمليه. العمليه. ولو في عنصر منضبط والناس بتحبه الناس هتقتدي بيه بالظبط كده، فممكن ينشر هذا الانضباط يبقى مثل اعلى في نوادي مش مؤسسيه. ما هو ده اللي انا شفته في الانديه الشعبيه. اللعيبه دول منهم ابراهيم يوسف ومنهم عادل عبد الواحد ومنهم فوزي سكوتي على سبيل المثال، وليس الحصر لان عدد كبير جدا. انا مش يعني في حاجات مش متذكرها. كابتن علي غيط في الاسماعيلي كان دايما بيجمع الفرقه وبرضه يجوا بدري ويتمرنوا بدري، وايام الزمن الجميل هم الشرطه والجيش. حضرتك اكيد تابعت خطاب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس. كانت رسائل قويه، وكانت يعني من اكثر الخطابات اختلافا اللي القاها فخامه الرئيس. استمتعت بيه. انا سمعت الخطاب ده او انا شاهدته اكتر من مرتين ثلاثه، والناس كلها تعرفني اللي يعني لو مش هقول لك ياسر تهامي، الناس تعرف ان انا ماليش اي هدف شخصي في اي حاجه بتكلم. لكن فعلا الامن والامان اللي مصر بتعيشه في فتره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دي مش محتاجه اللي يعني مش يعني معروفه واضحه للجميع. في بعض الحاجات احنا بننتقد وبنقول على ارض الواقع، صحيح ده حقنا. للانتقاد هو انتقاد شرعي وبهدف تحقيق الاحسن والافضل لمصر. انا بحب مصر جدا، حضرتك بتحب مصر جدا، احنا مش هنزايد انا حب مصر، لكن انا عايز تبقى الدنيا تبقى الرياضه تبقى متاحه للجميع، في مواهب كتيره نقدر نكتشفها، في حاجات تبقى ما فيش فلوس، ما فيش الاستثمار في الكوره. واحنا بنقول الكلام دون لاشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الصديق العزيز، واللي احنا بنحاول نطور المنظومه. سياده الرئيس الخطاب بتاعه فيه مسج رهيب جدا، ان الناس تشتغل. انا مع الناس اللي بتشتغل. لما جه المداعبه اللطيفه لوزير الخارجيه على سبيل المثال او وزير يعني على اساس ان المسؤوليه مش رفاهيه طبعا او وزير الداخليه قال له انا كل واحد يشيل شيلته، يعني بمعنى ان كل واحد يلتزم بالتعامل مع المواطنين احسن معامله. كل واحد يعمل الخطه على اللونج تيرن والشورت تيرن، ويتابع افراده بقى ويتابع. هو حدد هذه الرساله الى وزير الداخليه ووزير الخارجيه بطريقه غير مباشره، بل هي للجميع بالظبط كده. هم امثله، هي امثله، لكن هو المسج للناس كلها، جميع الوزراء، جميع المسؤولين في مصر، جميع المحافظين، رؤساء الاحياء، كل ما ينتمي لهذه المنظومه المسؤوله عن اداره شؤون الشعب. فاعتقد ان دي رساله مهمه جدا جدا، اعتقد ان هي وصلت للناس. لان عايز اقول لحضرتك النهارده شفت تعامل جميل جدا وانا ماشي. كان في ضابط شرطه والناس وبتاع وكان ممنوع، فقال لهم معلش يا جماعه من فضلكم عشان هنا في كذا. لقيت الدنيا بدا ينعكس، يعني الموضوع على ارض الواقع بدا ان شاء الله. نتمنى اللي جاي هيبقى افضل وافضل وافضل لمصر باذن الله. دكتور ياسر.